والله تعالى قال في محكم قيله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني شيئا فشيئا، بأدنى عذر وبأوهى حجة. وهكذا في الصيام والقيام ورمضان، تجد الناس يوم أول ليلة كل الناس تغصبهم المساجد، ثم يتأخرون حتى إذا قارب الشهر من النصف وإذا هم قد ذهب ثلثاهم، ما بقي ثلث. ولو كانوا يعقلون كان يعتبرون بمضامير الخيل. مضامير الخيل هي العبرة بالانطلاقة، العبرة بانتصاف السبق، لا، العبرة بالثلث الأخير. هكذا، فهكذا أمور الآخرة نفس الشيء، لأن بقاء الإنسان على همته من أول الشهر وزيادة الهمة وعلو الهمة دليل الرغبة، ودليل أثر العمل في نفسه، ودليل قبول الله عز وجل له، ودليل بركة السنة عليه. فلذلك يثبت على العمل ويزداد، فيكون له رصيد، ويحسن الختام للعمل، يشق خشية أنه يكون من المفلسين. ولذلك أفضل ليالي رمضان هي ليالي العشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليالي الأول من رمضان، 10 الأول، يظن أن ليلة القدر فيها، فقيل له ليست فيها، فقام 10 الأوسط واجتهد أكثر من الأول، يظن أنها فيها، فقيل له ليست فيها. فلما قيل له أنها في 10 الأواخر اجتهد، فشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة، وفعل 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 من الأمور، أمور العبادات، من الرغبة في الطاعة والإشفاق من نقصان الشهر، والاعتبار بأن نقصان الشهر دليل ومذكر بنقصان العمر، مفاجأة الأجل، وأوان انقطاع العمل. فذكرت لكم بالأمس 9 وظائف من وظائف المسلم في رمضان، وبقي وظيفتان. الوظيفة الأولى من الأخيرات هي الاهتمام بالعشر الأواخر. إن الإنسان يفكر من حين ينتصف الشهر كيف سيكون برنامجه في العشر الأواخر، يرتب هذا. إن أمكن أن تكون العمرة في العشر الأواخر فأمنية له، إن أمكن أنه يدرك ليلة القدر ولن يدركها إلا إذا قام الليالي كلها. ومن ميزة هذا أنه إذا قام ليالي العشر كلها يكتب له قيام ليالي 10 قدر، ليالي قدر 10، لأنه على نيته لعلها الليلة، ثم يقول الثاني لعلها الليلة، ويعطيه الله عز وجل على نيته. لكن الذي يتسلل لواذا ويخترع الأعذار، ولذلك الناس الآن قبل رمضان بيوم ويومين كلهم في الأسواق استعدادا لأطعمة رمضان، ما في غيره، ما في شيء. يندر أنك تجد واحد يشتري مصحف ولا يشتري كتاب ينتفع به بأحكام الصيام والقيام، أبدا، كله طعام. إذا انتصف الشهر توجه الناس الأسواق، ليش؟ استعدادا للعيد، للمباهاة والزينة، ما هم من أجل فضيلة يوم العيد وأنه يوم الجوائز من الله جل وعلا، ولهم اهتماما بختام الشهر والأعمال بالخواتيم. فيحتاج المسلم أنه يهتم في العشر الأواخر من جهة الاعتكاف، جهة تحري عمرة في العشر الأواخر أفضل شيء. ليلة القدر خير من 1000 شهر، العمرة فيها خير من 1000 عمرة، فكيف إذا كانت عمرة بمكة شرفها الله؟ يكون عند الإنسان زيادة وطمع في الإقبال على العبادة والانقطاع عن الدنيا والروتين اللي الناس عليه في رمضان. ولذلك يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر. هذا منهج نبوي على صاحبه الصلاة والسلام، ولا بد الإنسان يكون له عناية فيه. إذا ما عنده عناية فيه وما عنده اهتمام بالسنة، وحري إنه ما يوفق بسبب الجفاء والإعراض والغفلة، ينتبه الإنسان لهذا. ثم ختام الشهر، الله عز وجل جعل في ختام الشهر ليلة القدر يمكن تكون ليلة 29، ليلة 30 لو تم الشهر. تدري من اللي يقطع بأنها ليلة القدر ليلة 21 أو 22 أو 27؟ ما حد يقطع. ثانيا زكاة الفطر. ثالثا لتكبروا الله على ما هداكم، التكبير. رابعا الاستعداد لصلاة العيد والاهتمام بها. خامسا كذا الاحتفاء بالعيد كمناسبة عبادة ويوم جوائز وليلة عتق من النار، آخر ليلة يعتق الله عز وجل، اعتقنا الله وإياكم من النار، مثل ما اعتق من أول الشهر إلى آخره.
فلو أخطأك العتق أول ليلة وثاني ليلة وعاشر ليلة لا يخطئك العتق في آخر ليلة. هكذا ينبغي. فهاتان وظيفتان أساسيتان في حياة المسلم. وكان سلفنا الصالح رحمة الله علينا وعليهم إلى قبل 40 سنة ما عندهم هم إلا هذا، إيش الطريقة في العشر، كيف نسوي، والثاني كيف ختام الشهر والعيد والأعمال المشروعة في العيد. هكذا كانوا. يحتاج المسلم يهتم بهذين الأمرين في ليالي العشر وفي ختام الشهر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه وجعلنا هداة مهتدين ومحسنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. وفي ليلة القدر قال الله تعالى خير من 1000 شهر. كل العمل فيها حتى الصدقة أي شيء ذرة من الخير أكثر من ذرة في 1000 شهر. من يخلي هذا؟ ومن قام ليلة القدر ليلة واحدة تعادل شهر رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. فعادلة الصيام والقيام ليلة واحدة، وليس من خصوصها القيام. قد يسهر واحد الليل يذكر الله يسبح ويتصدق ويدعو ويحسن إلى محتاج ويبر والديه وكذا 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 وكذا، ما هو من شرطها الصلاة. إذن كيف الواحد يترك ليلة وهو يجزم جزم ضمان أنه يدركها خلال 9 أو 10 ليالي، ما يكون محروما ليتهاون. ثم أنك أنت إذا قمت ليلة 21 على أن ليلة القدر في ظنك تقديرك يعطيك الله على نيتك ليلة قدر، 22 يعطيك الله ليلة قدر، حتى تكون ليالي العشر كلها ليلة القدر، لأن نية المؤمن خير من عمله. كم يحصل للناس من خير وكم يفوت على أهل الغفلة والجفاء من خير. فهذا أمر ينبغي التفطن له والعناية به والمذاكرة فيه، وأن الإنسان يكون أسوة في هذا الأمر، يذكر